لو انت بتعيد الموقف في دماغك اكتر من مرة فالفيديو ده اوقات كتير بنتعرض في حياتنا لمواقف ومناقشات حوارات بيننا وبين اللي حوالينا. ممكن موقف او كلمة او موضوع يتسبب ان يبقى في دماغنا عبارة عن سيناريوهات متكررة مختلفة، ان احنا بنفكر في الموضوع او الكلمة الواحدة ب100 زاوية ب100 طريقة ب100 جملة تفضل في دماغنا طول الوقت. طب وبعدين الموضوع بيتحول ببساطة خالص لتفكير زايد. التفكير الزايد ده عبارة عن إن دماغك بتحاول إن هي تحميك من الأفكار دي، فتبتدي إن هي تخليك تتخيل سيناريوهات وحاجات كتيرة جدا للموضوع ده. طيب إحنا بيحصل لنا إيه في الوقت ده؟ في الوقت ده أنت بتستنزف طاقتك وبتبقى مرهق جدا. للأسف التفكير الزايد في النقطة أو الكلمة أو الموضوع المعين ده بيتسبب إن أنت ما تركزش في الحاجة الأساسية اللي المفروض مطلوبة منك، سواء في شغلك سواء في دراستك سواء في حياتك. الموضوع بيبقى مشوش جدا في دماغك، الموضوع بيبقى كبير ما تقدرش تسيطر عليه، وتلاقي نفسك من غير أي مقدمات ومن غير أي إرهاق بدني، أنت ما عملتش أي مجهود، إن أنت مرهق جدا لمجرد بس إن أنت فكرت في موضوع من غير ما تعمل أي حاجة خالص. في الحقيقة بقى إن في حاجات كتيرة في حياتنا مش محتاجة كل التحليل ده. نحل الموضوع ده ببساطة خالص إن إحنا نحاول نركز على الموقف نفسه، على الحدث نفسه. إحنا دلوقتي قدامنا إيه؟ إحنا دلوقتي المفروض نعمل إيه؟ ما نفكرش في الأحداث المحيطة بالموضوع. وحاول تسأل نفسك سؤال واحد بس يوقف دوامة التفكير دي: إيه الدليل على اللي أنا بفكر فيه ده؟ هتلاقي نفسك في أفكار كتير وأصوات كتير داخلية جواك. سكتت واتكلم صوت واحد بس عشان يجاوب على السؤال. هنا احنا بنحاول نقلل التفكير الزايد قدر الإمكان. طبعا الموضوع مش هيجي مرة واحدة، هيجي بالتدريج، بس خلي عندك صبر وإرادة مش هتقدر تسيطر على الموضوع.